السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة حكاية الطقس، جيت نعاود لكم قصة من القصص اللي وقعت في الطقس. هاد القصة اللي غادي نعاود لكم قصة ديال واحد الشيفور زميل في العمل، وغادي نعاود لكم قصته باللسان ديالو. تحياتي لكم. أنا عمر، فعمري 38 سنة، شيفور ديال الطاكسي، أب، وعندي بنية ووليد. هادشي اللي غادي نعاود لكم وقع ليا طريق ديال دمنات. هو واحد ال5 سنين هادي. واحد العائلة تلاقيت بها عند المحطة الطرقية، طلبوني ورغبوني نوصلو لمنات، وانا كنت عييت، كنت باغي ندخل المحلي. بانوا لي ناس معقولين ومثقلين، كانوا مجروبين، والكيران كان عليهم الضغط ديك الساعة، كانوا الناس مسافرين بزاف. تقريبا كان قريب العيد. تفاهمت معاهم على الخلاص، هزيتهم، شدينا الطريق. ديك الساعة تكون شي 9:30. غادي كندوي مع الأب ديالهم، بارك القدام، والمدام ديالو وبناتو سن اللور. كندوي معاهم ومقشبين وناشطين. واحد الوقيته وصلنا لواحد الدوار. قال لي داك السيد وقف هنا، الله يخليك، نعطي لواحد الأمانة للوالدين كيسكنوا هنا بالسروة، غير واحد 10 دقايق، الله يجازيك بخير. أنا على نيتي قلت ليه خذ راحتك، غير ما تعطلش عليا عافاك. صافي، بقيت مع مراتو وبناتو في الطاكسي. زدت شوية في الصوت الراديو، بديت كنسمع شوية ديال القرآن، ومرة كنشوف في لونتروفيزور، كنشوف شكون جاي ورايا. كنشوف مراتو وبناتو سكرو غير منصين. من بعد ما كانوا محيحين وناشطين، قلت ليهم واش الوالدين ديال باكم عايشين هنا مع عائلتهم ولا غير بوحدهم؟ ما جاوبونيش. عاودت نقصت من الراديو وسولتهم، قلت لها واش ناس كعايشين هنايا بوحدهم، ما معاهم ولاد، ما مع عائلة هنا؟ ولكن هاد المرة تلفت عندهم وما جاوبونيش، ولقيتهم كيشوفوا فيا كاملين واحد الشوفة ماضية ونصفرة، حيت ما فهمت والو. صافي جبت القرعة الماء وبديت كنشرب. وهي تقول لي بنتهم بابا ما غاديش يرجع غير كذب عليك. ثقوا بيا فاش سمعتها والطريقة باش قالتها بديك الثقة وهي صغيرة. واللي زاد خوفتني هو كلشي بقى ساكت. قلت ليها كيفاش علاش، وكنضحك. ديك الضحكة تاني فاش شفت في اللونتروفيزور كيبان ليا البنت صغيرة ولات هي الوسطانية، والكبيرة على اليسار، ولو في اليمين، كتاكل في شي حاجة بواحد الطريقة مجروبة. صافي تما بديت تنتخربق. وانا نرون الطاكسي لبيست، تجنبت شوية من الطريق وحاضي، والظلام والخلا والقفار. بديت كندير راسي كنغني بشوية، حتى انا ما مسوقش ليهم حتى يجي باباهم. ما بقيتش قادر نشوف ورايا بكل صراحة. شوية شفت المكانة، لقيت السيد تعطل بزاف. يلا غادي ننزل نشوف واش جاي. كنحس بشي واحد كينغز فيا في ظهري. فاش تلفت وهي تدفل عليا ديك السيدة في وجهي، كتغوت بالجهد: وسير عطينا اتساع، اشنو بغيتي عنا؟ عجبك الحال دابا؟ وانا ديك الساعة مشى ليا الشوف 50 ثانية، وجاتني بحال الدوخة. فاش رجعت للوعي حليت الباب بالجهد باش نجرهم كاملين، نخرجهم ونهرب. في حالي. فاش حليت الباب ما لقيت حتى واحد في الطاكسي. خوتي وربي شاهد على هاد الهضرة. فشلت وطحت على ركابية كنبكي. ديما رات الطاكسي، تلفت على الطريق غير بغيت نهرب.
ديك الساعة وانا نبعد وغادي بواحد السرعة خيالية، حتى بانت ليا الطريق شتيتها وبقيت غادي، واخا ما عرفتش فين غادي، ما بانت ليا حتى بلاكة. شوية كيبان ليا واحد البراج وانا نفرح شوية، عاودت ليهم وسولتهم فين دابا انا، قالوا ليا المهم ما تخافش والو، انا ديك الساعة حاشاكم بسروالي بنت فيه بالخلعة، حيت حسو بيا مخلوع. ورجعت كنشوفش بحال تغمضوا لي عيني، ومرة تنشوف في البروفيزور، ونخدم الراديو عالجيد باش نحيد الخلعة. وصلت الدمنات، دخلت وانا نقول الحمد لله. بلاصة الطاكسي سلمت على العساس. العساس هو الكرسي ديال المحطة، قال لي مال حوايجك مقطعين. انا كاع ما شفتهم ولا حسيت بيهم، ما شفتهمش واش مقطعين. قلت ليه دابا نعاود ليك، دار غدا ونعاود ليك. قال لي ياك لاباس، وهي تجيني البكية تاني. يلا قال لي بركة وعاود لينا نشوف هاديك العائلة تيجين من الشارع وكيشيرو بيديهم جيتي. حليت عينيا ولقيت راسي في السبيطار ديال المدينة، ودايرين بيا أمي وبا وخويا الكبير. من تما وانا مريض ومتبع عند طبيب نفساني. من بعد ما درت الرقية وكلشي. سمحوا لي طولت بزاف، ولكن باش تعرفوا شنو داز عليا، والحمد لله على كل حال. هادي قصة لهاد الشيفور اللي هو مسكين داز من واحد الحالة صعيبة. ونتمنى تعجبكم هاد القصة، وإلا كان كيعجبكم بحال هاد القصص كتبوا في الكومونتير. تحياتي لكم، إن شاء الله قصة أخرى جديدة.